لازم لعيبة الأهلي تعرف حاجة. معظم الشباب المصري بيتبسط من حاجتين: من العادة السرية ومن مكسب الأهلي. وطبعا آسف على راديكالية التعبير، بس عشان تفكوا معايا كده يعني. أنا النهاردة مش جاي أتكلم في الكورة والتاكتكس، ولا 6 8 ولا 10 5 والزون ديفنس بقى واللغة اللي مش هتأكلنا عيش دي، لأن إحنا في مصر بنلعب الحكشة. أعتقد كلنا شفنا ماتش باريس وبايرن، وعرفنا إن إحنا بنلعب لعبة مختلفة تماما عنها. وطبعا بناشد وزارة الرياضة، يا ريت اللعبة دي تخش مصر. بما إن لعيبة مصر كلها شبه بعض بلا استثناء، اللي بيفرق اللاعب المصري عن التاني هما حاجتين: البدني، إنه يبقى واقف على رجله، والروح والعزيمة اللي بتبقى عند اللاعب. نفس لعيبة الزمالك اللي الأهلي خدهم، انت يا ابني تصيصهم 2 في نهائي كاس ونهائي أفريقيا وسوبر، وكنت بتدوس على وشهم كل ما تشوفهم. فطبيعي هيجوا بنفس الروح اللي عندهم ونفس التوتر اللي كان بيبقى موجود في ماتشات الأهلي والزمالك. بل بالعكس، الفيروس هيتنقل للفريق كله، وهتبقى زي ما انتوا شايفين وانا شايف. المطلوب من اللعيبة يوم ماتش الأهلي والزمالك: ينزلوا يلعبوا رجالة، ينزلوا خصبوا الأرض وخصبوا الملعب، تخرسوا كل الناس. نيجي بقى لفريق الزمالك. المطلوب من لعيبة الزمالك: اسمع يا حبيبي انت وهو وصدق نفسك. الفرقة اللي انت هتلعبها دي تم مداعبتها من كل فرق الدوري، داعبها حتى تتعرى قدام الكروية. ما تخافش ياض، تقدر عادي. منظومة دفاعية متهلهلة بالكامل، منظومة دفاعية لو دخل عليها بواحدة عزباء هيوسعوا لك السكة ويقول لك روح هات جون. وهي بقول لك لو وصلت لحد هنا اعمل يا حبيبي لايك وفول وروق عليا، انا هعصر لك دماغي عشان اطلع لك كمية الافيهات دي. نرجع بقى للماتش بكرة. اللي هيلعب راجل وهيقدر يقف على رجله لحد الدقيقة 90 هيغير كل حاجة. الأهلي وصل نفسه بالصنان الكروي اللي كان بيقدمه بقيادة اليستروب، عميل FBI اللي جاي يهد النادي. ما تلومش على حد، لوم على مجلس الإدارة إنه ساب ده يحصل قدام عينه وما حركش ساكنة وما حسش إن ده ناموس خطر. شايفك اللي بتقول اسمها ناقوس خطر؟ يلا ما يجراش حاجة، أنا حر. في الآخر حابب أقول ماتش مهم في دوري غريب لا يستحق يدفع فيه 5 مليون جنيه لأحسن لاعب فيه. لو عجبك اللي أنا بقدمه ادعمني بشير ولايك وسبسكرايب عشان أستمر يا صاحبي.